السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. بصوا، ارقام مهمه قوي النهارده هنقولها لكل الناس اللي ناويه فعلا تخش تشتري كهرباء اليومين دول. لازم تعرف بالظبط ايه العربيات الترند، ايه العربيات اللي عامله مبيعات كويسه، ايه العربيات اللي فعلا عليها اقبال حقيقي او اقبال فيك. ولازم نفرق كويس قوي ما بين الاتنين دول، لان في عربيات فعلا عملت اقبال ومستمره في مراكز محترمه ومش متصدره، بس هي ماسكه مركز في النص، ماسكه مركز كويس، عامله مبيعات حلوه واستمراريه اهم من الترند. يعني الاستمراريه في العربيه، انا اعتقد ان الاستمراريه في مبيعات العربيه اهم كتير قوي من الترند. فاللايف النهارده مهم جدا، وفي شويه ارقام حلوه وعاملين فيه شويه تحليلات هتعجبكم قوي، وهنتكلم عن عربيه عربيه، وهنقول كل عربيه هي مبيعاتها قد ايه وعامله ايه، وايه العربيات او جوه الماركه دي ايه العربيات اللي باعت وعملت ارقام كويسه في الايام اللي فاتت دي، وهل هي ترند ولا فعلا مستمره وعربيه مبيعاتها ثابته في السوق وعامله يعني اثبتت جداره. طيب، اول حاجه خلينا نقول لحضراتكم كده ان مبيعات شهر يناير بتاعتنا ان شاء الله اللي هي كانت 1367 عربيه. مبيعات شهر فبراير احنا بنتكلم عن العربيات الكهرباء والريف، يعني اي حاجه طاقه متجدده احنا بنتكلم عنها النهارده. 1750 عربيه. طب ده رقم الفرق ما بينهم قد ايه؟ 385 عربيه لصالح شهر فبراير، يعني العربيه المبيعات زادت في شهر فبراير 385 عربية عن شهر يناير 2026، ودي زيادة بتمثل تقريبا 28% في إجمالي المبيعات أو في إجمالي التراخيص. دي أول حاجة، دي أول معلومة. ده طبعا رقم كبير، إجمالي التراخيص لما يزيد 28% رقم محترم. الملحوظة التانية اللي أنا عايز حضرتك تاخد بالك منها النهاردة قبل ما نبدأ اللايف وتحليل الأرقام والبيانات اللي احنا هنقولها دلوقتي، لايف مهم قوي يعني، وهيفيدكم جدا جدا جدا، وهيعرفكم ايه العربيات الترند اللي في السوق والمنتشرة والأكثر مبيعا ايه. طيب، الحاجة التانية ان انت لازم تعرف ان ارقام التراخيص دي مش ارقام مبيعات فقط، هي ارقام تراخيص لعربيات قديمة بتعيد الترخيص. يعني عربية مثلا عدى عليها 3 سنين فهي بتعيد الترخيص، لكن ده مش تراخيص جديدة، يعني العربية مش داخلة زيرو المرور. ولكن ده طبعا يعني مش هو اللي بيخلينا نقول مثلا ان العربية دي لا ده كل العربيات قديمة، لا هو برضو المؤشرات دي اغلبها في عربيات جديدة، لان القديم كله ما يتخطاش تقريبا حوالي 13 14 الف عربية، فبالتالي الارقام الجديدة هتلاقيها كويسة. الارقام هتبقى مؤشر بالنسبه لك ومؤشر قوي وتقدر تستند عليه لو انت داخل تشتري عربيه، فتعرف ان العربيه دي مبيعاتها كويسه. يعني مش هنقول ان كل المبيعات او كل التراخيص او كل الارقام اللي هنقولها النهارده هي ارقام لعربيات قديمه، ولا هنقول انها جديده. لازم تبقى عارف اللقطه دي، عشان برضو ايه، ما حدش يجي يقول لك ده العربيه مش عارف باعت قد ايه لوحدها، لا ده حضرتك ممكن جديد على قديم عادي. طيب، حلو قوي. نيجي بقى نقول الارقام. احنا هنقول لكم الارقام بتاعه شهر فبراير على طول، هنخش في فبراير. الفرق ما بين يناير وفبراير هنقول على طول الفرق ما بين يناير وفبراير، وتحليلنا للرقم ده، هل هي العربيه زادت كمبيعات ولا قلت كمبيعات، وتحليلنا للرقم ده، تحليلنا الشخصي احنا للرقم ده ايه. طيب، اول حاجه ظهر عندنا في شهر فبراير الديبال رقم 1، مبيعات رقم 1. طيب، بكم عربية؟ ب 132 عربية، بعد ما كانت الديبال في المركز الرابع في يناير ب 100 عربية. طيب، زادت قد ايه؟ زادت 32 عربية، ده بمعدل قد ايه؟ تقريبا 30% زيادة. طيب، العربية الديبال عاملة ترند، عاملة ترند كويس قوي، وفيها عليها حجوزات كبيرة جدا موجودة عند الوكيل، والدنيا فعلا يعني مطلوبة، العربية مطلوبة قوي، هي عربية ريف امكانياتها قويه وكويسه، وعملت ترند حلو، والترند مستمر. يعني هي بعد ما كانت في يناير في المركز الرابع، هي دلوقتي في المركز الاول متصدره. معنى كده ان العربيه لا مستمره في الترند، يعني العربيه لسه مطلوبه، وفي حجوزات كتيره جدا عند الوكيل، وفي برضه عربيات تم استيرادها وموجوده عند المستوردين، واحنا الحمد لله استوردنا للناس. يعني العربيه ما شاء الله عامله ترند كويس يعني. رقم 2 عندنا بي واي دي، ودي كانت مفاجأة بالنسبة لي، ومفاجأة ضخمة وكبيرة قوي، ان بي واي دي الشهر ده 120 عربية بعد ما كانت في يناير 401 عربية.
العربيه البي واي دي او البي واي دي كماركه بشكل عام بكل عربياتها قلت 281 عربيه. ده رقم كبير، رقم مرعب ده. يعني طب ليه؟ يعني ليه بي واي دي قلت الرقم ده او قلت التراخيص دي كلها؟ مبيعات بي واي دي مش كانت الناس منتظره من الوكيل ان هو ينزل اسعار كويسه او ينزل كماليات كويسه او ينزل حتى فئات محترمه او ينزل اي حاجه. للاسف يعني هو اخذل ناس كتيره جدا، وبالتالي كل الناس اللي كانت ناويه تدخل في بي واي دي احجمت شويه عن بي واي دي وبدات تفكر في خيارات تانية، مع ان بي واي دي طبعا محدش يقدر ينكر ابدا ان هي رقم واحد في مبيعات العربيات الكهرباء على مستوى العالم. طيب احنا عندنا العربيات قلت طبعا بشكل رهيب بعد ما كانت متصدره رقم واحد في يناير، بقت رقم 2 برقم طبعا يعني للاسف هو يعتبر تقريبا ربع الرقم بتاع يناير. نيجي بعد كده انا مع حضراتكم وطبعا على راسي كل ملاحظاتكم، وان شاء الله يعني هنتكلم عن كل الملاحظات دي. انا بالعكس سعيد جدا، والحاج رضا الرحمن وكل الناس المحترمه اللي بتعلق معانا، انا سعيد جدا وبستفيد من حضراتكم الحقيقه كتير، وان شاء الله بامرك يا رب هنعلق على كل الحاجات دي لما نخلص اللايف او لما نخلص البيانات او الارقام اللي انا تعبان في شغل اهو، تعبان جامد يعني، فخليني اقول لكم بقى انا عملت ايه يعني. نيجي بعد كده عندنا في المركز الثالث في فبراير عندنا الدونج فينج، ودي باعت 110 عربيه في شهر فبراير. طيب دونج فينج بقى المفاجاه ان هي اول ظهور ليها في العشرة الاوائل من مبيعات العربيات الكهرباء في مصر، كان هو ده اول ظهور ليها العربيه يا جماعه. باعت ايه بقى الدونج فينج بقى؟ باعت ايه؟ ما احنا عشان برضو نكون واضحين، العربيه الدونج فينج باعت تقريبا البوكس باعت من 60 ل 65 عربيه عن طريق الوكيل. طبعا العربيه دي كاستيراد او كوكلاء مش موجوده تقريبا، استيراد او كمستوردين مش موجوده في السوق اصلا. وبعد كده الدونج فينج ال 007 باعت من 30 ل 35 عربيه، دي ارقامها. وبعد كده بقى في الايولس الاي 70 دي الستايل القديم بتاع الدونج فينج لسه مستمر لغايه دلوقتي، بس باع تقريبا حوالي 10 عربيات، والباقي بقى اعداد فرديه لغايه اما نكمل ال 110 عربيه بتاعه الدونج فينج. الدونج فينج داخله بقوه، يعني داخله فعلا سوق الكهرباء بقوه، وانا بعتبرها يعني انا شخصيا بعتبرها من الشركات الكويسه في الصين، يعني من الشركات القويه الكبيره اللي بتصنع في مصانعها على ارضها، يعني ما بتأجرش مكان او ما بتروحش مصنع تاني، وشركه عملاقه وقويه وليها يعني اسم في الصين كويس. مش هنقول انها رقم 2 او رقم 3 بعد بي واي دي، مش عايزين نخش بالظبط في حته ان احنا نقول هي رقم كام بالظبط، ولكن هي عربيه كويسه جدا، وعربيه اعتقد ان هي هتعمل برضو مبيعات اكتر الفتره اللي جايه. هي نزلت قبل كده الايولس الاي 70، للاسف ما حققتش نجاح قوي، ولكن العربيه يعني اثبتت جداره، مش محبوبه قوي في السوق ولكن اعطالها قليله، والعربيه كويسه يعني. طيب نيجي بعد كده بقى في فولكس فاجن. فولكس فاجن بتحقق كده بالانس محترم من الثبات. فولكس فاجن عربيه انا بعتبرها يعني او بحترمها قوي يعني، عربيات من البريميوم، من عربيات التوب في العربيات الكهرباء، والعربيات اللي بدات اصلا من زمان من 2021 عن طريق العربيات الاي دي 4 والاي دي 6. عربيات محترمه قوي واثبتت جداره واستمراريه في السوق حتى مع تاخر موديل 25 في الظهور في الاسواق المصريه، ولكن العربيه فضلت مستمره، يعني فضلت مستمره خلال الفتره اللي فاتت دي، يعني خلال 25 يمكن ما بقتش كتير قوي، كانت بتبيع تقريبا 24، بس ظهر 25 مؤخرا، والعربيه مستمره في المبيعات وفي التراخيص، مع تغير في فيس ليفت بسيط كده في الشكل بتاعها. العربيه دي احنا منتظرين الوكيل ينزلها الصراحه، يعني فولكس فاجن اتاخرت قوي 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 في ظهورها مع وكيل، اتاخرت جامد. والسؤال اللي بيطرح نفسه بقى، هل فولكس فاجن لما تنزل معاه وكيل يا جماعه هتعمل نفس الحركه بتاعت بي واي دي، ولا ممكن الموضوع بقى يختلف؟ ممكن بقى تعمل حاجه كويسه، هتعمل نفس اللي حصل مع زيكر وبي واي دي وافاترو والكلام ده ما نتمنهوش. نتمنى ان تعمل حاجه كويسه ويعني فعلا تقدم خدمات كويسه للناس باسعار كويسه، وتقدم فئات محترمه للناس. يعني ناس خلاص حافظوا لفولكس فاجن الاي دي 4، ودي كانت يمكن من العربيات اللي عملت اصلا سمعه للعربيات الكهرباء اصلا بشكل عام بقى في مصر.
طيب نيجي بعد كده عندنا المرسيدس، برضو حاله من الثبات. فولكس فاجن 97 عربيه في فبراير من 107 عربيه في يناير، يعني قلت 10 عربيات. ده مش رقم اصلا، دي مش حاجه، يعني هي برضو مستمره. المرسيدس يا جماعه ظهرت او مبيعاتها زادت بمعدل 20 عربيه، يعني 79 عربيه من 59 عربيه في يناير. ودي يعني اعتقد ان الفرق في الرقمين دول اعتقد من تراخيص عربيات قديمه، لان مرسيدس برضو اي نعم بتبيع ولكن مش بالمعدلات بتاعتها في سنه 24 و25، لان العربيه دي بصراحه كانت ترند في 24 و25 كانت ترند قوي جدا. اللي بيشتري عربيه مرسيدس النهارده هو اللي حاسس بقيمه العلامه، اللي عارف قيمه مرسيدس وعايز يركب مرسيدس، يعني هو فعلا مهتم بالبراند وبالماركه قوي، وهو عارف قيمه العربيه اللي هو بيشتريها. عربيات مميزه حلوه، ولكن طبعا العربيات الصيني اللي هجمت بمعدلات كبيره قوي وببراندات بالهبل طبعا سحبت جزء كبير من التورته. كل ده هيتغير، خدوا بالكم الفتره اللي جايه. هنكلمكم في اللايف اللي جاي بقى عن اسعار العربيات في الصين. الاسعار اتغيرت خالص، خدوا بالكم الاسعار نطت بشكل غريب في موديلات ال 26. طيب نيجي بعد كده الروكس بقى، الثبات برضو. الروكس 71 عربيه بعد 79 عربيه في يناير، ثبات محترم جدا. عربيه كويسه، عربيه ريف كويسه، عامله مبيعات حلوه سواء عن طريق الوكيل او الاستيراد. يعني العربيه بصراحه عامله ثبات حلو قوي. نيجي بعد كده في الاكس بانج، عربيه قلت مبيعاتها ودي كانت مفاجاه بالنسبه لي، بمعدل 34 عربيه. خدوا بالكم اكس بانج دي في يوم من الايام كانت ترند، كانت رقم واحد. يعني عملت في شهر مش فاكر انهي شهر بالظبط، بس في سنه 25 كانت اكس بانج رقم واحد. دلوقتي العربيه عماله مبيعاتها تقل. وهو ده اللي احنا حذرنا منه يا جماعه لما قلنا خدوا بالكم ان في عربيات بتضرب ترند مره واحده وبعد كده بتختفي. وده ظهر بقى بشكل مرعب دلوقتي في الدفاسك بقى، اللي كانت اصلا، انا كنت عايز اقول لكم دي بقى المفاجاه، يعني الدفاسك اللي كانت الشهر اللي فات رقم 2 ويمكن كانت الشهر اللي قبل اللي فات رقم 1 تقريبا او حاجه زي كده. يعني الشهر اللي فات كانت 207 عربيه. انتوا متخيلين 207 عربيه الشهر ده اصلا مش موجوده في العشر الاوائل اصلا. يعني اخر عربيه اصلا 43 عربيه مش موجوده في الاحصائيه اساسا. يعني ده معناه ان هي كانت ترند وكانت خبطه، والخبطه دي للاسف يعني احنا بنحذر منها. يعني يمكن اللايف اللي فات قلت لكم خدوا بالكم من العربيات اللي بتخش تفرقع حتى لو مع وكيل او من غير وكيل وبعد كده بتختفي. يبقى حضرتك كده الف مبروك عليك، حضرتك لبست العربيه. فدايما دور على العربيه اللي فيها استمراريه. احنا بنعمل اللايف ده عشان انت حضرتك تبقى عارف ان في عربيه فيها استمراريه موجوده، براند او ماركه مستمره في السوق، محققه ثبات، مبيعات مش بتضرب مره واحده وبعد كده ممكن تختفي. اللي بتضرب مبيعاتها مره واحده دي اعرف انها ترند. يعني تلاقي البلوجرز والناس يعني ما شاء الله طلعوا دخلوا عملوا شغل حلو على العربيه، فبقوا لهم حبه حلوين، هوب العربيه الناس لبسوها، يلا بينا نمشي بالعربيه. ايه ده العربيه طلع فيها. كل واحد يكتم يا جماعه، كتموا يا جماعه في الجروبات، ما تقولوش عشان العربيه سعرها ما يوقعش في السوق، الله يكرمكم. والناس فعلا بتسمع كلام بعض، وبعد كده اللي يجي بعد كده يا ريس يلبس. والله ده اللي بيحصل، والله انا بقول لكم باختصار، يعني ده اللي بيحصل. فللاسف دي بتبقى كارثه كبيره قوي. ولكن ربنا يعافينا يا رب جميعا. عايزين يا جماعه فعلا ما نمشيش ورا الترند، امشي ورا العربيه اللي فعلا تلاقيها عملت مبيعات كويسه واستمراريه في السوق. يعني زي ما بقول لحضراتكم كده في عربيات ثابته في السوق كده في النص، فولكس فاجن ما لا غبار عليها، مرسيدس، روكس عامله ثبات، اكس بانك بدات تنزل نزلت بمعدل كبير 34 عربيه عن شهر يناير، وده رقم كبير قوي مرعب يعني. نيجي بعد كده زيكر عملت 56 عربيه من 77 عربيه، برضو زيكر مبيعاتها قلت. زيكر للاسف الوكيل مش خادمها خالص ومش عامل اي يعني شغل كويس للناس للاسف يعني. والعربيه يعني بصراحه هي عربيات كويسه، يعني زيكر عربيات كويسه محدش يقدر ينكر، ولكن للاسف الوكيل مش خادم العربيه خالص، ومش خادمها كسعر، مش خادمها كفئه، مش قادر يقدم لك اسعار كويسه. فهي بتبيع، يعني اعتبرها برضو من العربيات اللي مش هنقول انها نزلت، هي نزلت 20 عربيه او 21 عربيه، بس هي برضو من العربيات اعتبرها من العربيات اللي هي مش وحشه، يعني عربيات كويسه.
ممكن نقدر نقول انها حققت ثبات مع انها قلت 21 عربيه، وده رقم يخوف برضه. نيسان بعد كده، نيسان اللي ظهرت يا جماعه في اول ظهور ليها عملت 53 عربيه مبيعات. 53 عربيه مبيعات. تعالوا اقول لكم بقى ال 53 عربيه اللي في النيسان دول، عشان احنا حللنا كل حاجه وجبنا كل حاجه، بصوا كل حاجه بيانات يعني. جبنا لكم يا جماعه العربيات دي اللي هي ال 53 عربيه دول. اكبر عدد منهم كان نيسان اكس تريل اي باور، ده رقم واحد. وبعد كده نيسان القشقاي الاي باور. نيسان القشقاي الاي باور عربيه او عربيتين، يعني انتم متخيلين عربيه او عربيتين. العدد كله في اتجاه اللي هي النيسان الاكس تريل الاي باور، وفي واحده نيسان ليف تقريبا، دي يمكن كانت عربيه قديمه. والنيسان اللي هو الان 7 دي حوالي عربيه او عربيتين بحد اقصى يعني برضه. فعندنا عربيه اللي هو نيسان قشقاي والليف والنيسان الان 7. وبعد كده عندنا الاكس تريل هي اللي واخده او عامله الترند، عامله الرقم الكبير قوي، اكبر رقم اللي هو تقريبا حوالي 50 عربيه. الارقام دي هننزلها لحضراتكم في الكومنتس برضو عشان الناس تبقى متابعه كل الشركات اللي هي نازله جديد دي. احنا عملنا يعني سيرفي وعملنا داتا كده محترمه، هنفيد حضراتكم بيها ان شاء الله في الكومنتس. طيب نيجي بعد كده الشوفرليه بقى. الشوفرليه السبارك هي كانت ليها نصيب الاسد من تراخيص شوفرليه العربيه الجديده، اللي انا بقول انها عربيه كويسه لان انا بحب البراند، انا بحب العربيه دي. اعتقد انها هتستمر بشكل كويس، واعتقد انها ممكن تعمل كمان تغطي او تعدي العربيات اللي هي يعني هي في الفئه بتاعتها عامله مبيعات كويسه، واعتقد انها ممكن تغطي او تعدي دونج فينج ممكن، اعتقد الفتره اللي جايه. وخدوا بالكم من حاجه، في الفئه دي موجود فيه شويه عربيات كده زي الارك فوكس التي 1 وزي الاي 30 اللي هي الجاك دي، والعربيه دي مش موجوده خالص في الاحصائيات، مش موجوده نهائي، اختفت. ف ده مؤشر مش كويس يعني، هي ده مؤشر انها مش عربيات كانت كويسه، وهو ده اللي بنحذر برضو منه يعني، خدوا بالكم. طيب نيجي بقى في الشوفرليه السبارك، عامله تقريبا من 30 عربيه مبيعات، والشوفرليه الكابتيفا تقريبا من 8 ل 10 عربيات، والمنلو او البولت دي عربيات قديمه من عربيه لثلاثه. برضو الكلام ده هننزله لحضراتكم في الاحصائيات، عربيات قديمه بتعيد ترخيص يعني. يبقى عندنا الشوفرليه السبارك دي اكيد مش كل العربيات اللي كانت موديل، لان السبارك دي كان في منها موديل 2015 و16 و17، خدوا بالكم. ولكن انا بتكلم عن العربيات الجديده، السبارك الجديده، يعني في 30 ل 32 عربيه دول سبارك الجديده اللي لسه نازلين عن طريق شوفرليه، منصور شوفرليه. يعني اعتقد انها العربيه هتبيع، عربيه شكلها بوكسي كده وصغيره وعامله يعني مبيعات كويسه طبقا للارقام. ده التراخيص بتاعت تقريبا العشرة الاوائل، هم 10 تقريبا او اعلى 10 عربيات موجوده في عندنا في شهر تراخيص شهر فبراير. قارنا الحاجات دي بشهر يناير. خلينا بس نرد على الحاجات اللي حضراتكم بعتوها يعني ايه. ماشي، بعض الملاحظات. بي واي دي مش عارف نزلت المركز الاول ان عربيات الاستيراد قلت في السوق جامد مع وقف التصدير من الصين. صح مظبوط، وقف التصدير من الصين فعلا كبير، وده دليل ان مبيعاته ضعيفه. الوكيل فعلا، الوكيل لو مبيعاته قويه والله يا حاج رضا كان هيفرق وكان هيعمل ارقام ضخمه، وخاصه من بي واي دي. يعني وكيل بي واي دي تحديدا كان ممكن يكسر السوق، كان ممكن يكسر الدنيا فعلا يعني. طيب نيجي بعد كده حلاوه البدايات. طبعا وصلت لكام دلوقتي استلام فوري 06؟ لا ده ارقام كبيره حضرتك. خساره لان الوكلاء مش عندهم رؤيه خالص للاسف. في الاول شجاعه البدايات وبعد كده كله يروح لحاله. صح مظبوط. الارك فوكس، هي الارك فوكس والجاك دول والله يا حاج رضا من العربيات فعلا اللي البلوجرز اشتغلوا عليها قوي وعملوا فيها شغل عشان يبيعوا. ودي اللي بتعمل للاسف. بصوا يا جماعه، انتوا بتلاقوا في عربيه كده طلعت من تحت الارض دخلت الاحصائيه بقت رقم واحد، والله العظيم. يعني هو ده اللي يهبلك بقى، يعني ايه رقم واحد؟ خلاص البلوجرز خلصوا الفلوس والدنيا تمام والاعلانات خلصت، هوب العربيه اختفت من 10 الاوائل. طب يعني ده معناه ايه؟ معناه ايه؟ يعني والله بتكلم في عربيات ثابته ستيبل من غير لا بلوجرز ولا حد بيطلع يتكلم عنها اصلا. فولكس فاجن، مين اللي بيتكلم عن فولكس فاجن في مصر؟ مين البلوجر اللي طلع شكر في فولكس فاجن في مصر؟ مين؟ يعني والله بتكلم مفيش. والله انا مش عارف افتح والله العظيم كل التعليقات، مش عارف البتاع بينط مره واحده كده، اقلب ينط. وصلت كام دلوقتي استلام فوري؟
الدونج فانج دونج فانج هتنام تاني بقى، لان هم عاملين عروض قسط ونهايتها رمضان وهترجع لوضعها تاني، ما يقدرش يقول عليها الى الان كويس. صح والله، كلام فعلا، كلام حضرتك فعلا انا بتعلم منه يعني. فعلا لو هم عاملين عروض معينه لوقت معين، لا ده فعلا هتفرق كتير. وبعد كده حلاوه البدايه. صح. في بقى حد بيقول BYD سيجل ولا ارك فوكس تيو. يا راجل يا راجل يا استاذ، والله ما ارد عليك والله. ارك فوكس ايه؟ احنا لسه كنا بنقول العربيه اصلا مش موجوده في التراخيص وايه ارك فوكس دي اساسا؟ يعني بتصنع في مصنع ايه؟ ده مأجرين مصنع وبيصنعوا فيه يعني يا راجل. BYD طبعا يعني ما فيش كلام يعني، ده موضوع منتهي يعني. احنا هننزل لحضراتكم طبعا التراخيص بتاعت شهر يناير والتراخيص بتاعت شهر فبراير، وشويه ملاحظات اللي هي انا قلت لحضراتكم عليها للعربيات اللي لسه ظهرت في شهر فبراير. دي تحليلنا لمبيعاتها او ارقام المبيعات بتاعتها بالظبط عباره عن ايه، عن عربيات ايه في الماركه دي. يا رب نكون النهارده افدنا حضراتكم. اللايف اعتقد يعني مهم جدا وممتاز جدا بجد. استاذنكم فعلا شيروا للناس المهتمه، اعملوا منشن لاصحابكم اللي فعلا بيفكروا يشتروا عربيات كهرباء دلوقتي، علشان تنشر الفايده وعلشان صاحبك او اللي رايح يشتري ما يتدبسش في حاجه. الحاج رضا مدرسه بنتعلم. طبعا والله العظيم ما شاء الله عليه يعني، فعلا تعليقاته حلوه جدا وممتازه يعني ما شاء الله. في عربيه اسمها يب كهرباء، اوعى فين دي اصلا؟ ده نزل منها 5 عربيات اتباعوا، ويعني في 10 لسه مركونين. لا يعني ارجوكوا بلاش. لا ما انا بقول لحضرتك يا استاذ محمد بالله عليك يعني، ما يعني احنا لسه بنتكلم في الارك فوكس وبنتكلم في الجاك دي مش عارف ايه، وبنقول دي عربيه اللي عملت مبيعات ولا اي حاجه. طبعا BYD احسن يعني، BYD سيجل طبعا احسن، مفيش كلام يعني. على مستوى العالم، احنا مش بنتكلم على مستوى مصر بقى ولا مستوى الشرق الاوسط ولا مستوى افريقيا، على مستوى العالم. عربيه عامله مبيعات وضجه على مستوى العالم، واخده ترند يعني واخده ارقام في العشرة الاوائل في المبيعات. يعني حضرتك احنا هنقيمها، احنا مين يعني معلش سوري يعني. لا يعني عامله مبيعات حلوه على مستوى العالم، وعملت مبيعات في مصر كمان. يعني ممكن عربيه تعمل مبيعات على مستوى العالم وما تعملش في مصر، خد بالك. يعني تسلا موديل واي عامله ارقام مرعبه على مستوى العالم، مش عامله مبيعات في مصر مثلا. في ناس معينه اللي بتركب التسلا، في ناس غاويه تسلا. عربيه مش وحشه، عربيه حلوه يعني، عربيه حلوه فعلا مش هزار، عربيه فعلا جميله. للي يفهم بقى واللي يحس بقيمه تسلا، لا هيركب العربيه ويستمتع بيها. ولكن السيجا اللي عامله مبيعات بره وجوه، فيعني لا في عربيات كده بتنجح على مستوى العالم وبتنجح في مصر، فالعربيه دي قافش فيها بقى، امسك فيها ما تسيبهاش. لكن مش عربيه عشان حد طلع عمل لها اعلان فتبقى عربيه كويسه، لا طبعا. ما هو ده اللي بنتكلم فيه وبنحذر منه، العربيات اللي بتفرقع. مين احسن 7X ولا IML؟ نحس اللي عايز العفش وكده. لا والله بص، هم العربيتين حلوين يعني، العربيتين يعتبروا عربيات لسه برضو مش قديمه في السوق، وعربيتين يعني لو قارنتهم ببعض اعتقد ال7X، اعتقد يعني احنا بنتكلم من ناحيه العزل والعفشه. اعتقد ال7X. سمارت البوجارات شغالين تطبيل ونزلت من فتره وما رخصتش السمارت الجديده. السمارت الجديده الافاتر. حلو الكومنت، الافاتر ما طلعتش من اول 10. لا الافاتر كانت الشهر اللي فات 24 عربيه واختفت الشهر ده، يعني الافاتر قلت شويه، بس هي عربيه طبعا يعني جميله برضو، عربيه يعني روعه. معلش انا لسه داخل اللايف يا باشا، تنور وتشرف تحت امرك. البلوجرات بيقارنوا مصر بالدول بره، احنا هنا في مصر لينا وضع غير بره. طبعا يعني هو احنا ممكن نستدل بالاحصائيات وبالارقام بتاعت بره، ولكن كل سوق ليه طبيعته. يعني ما نقدرش نقول ان مصر زيها زي الخليج، ولا الخليج زيه زي اوروبا، ولا اوروبا زي امريكا، ولكن احنا بنستدل في بعض الارقام وبعض الاحصائيات اللي هي مثلا بتاعت الاعتماديه، اعتماديه العربيه. مش الاعتماديه، خد بالك فيها جزء اسمه توفر قطع الغيار، فتوفر قطع الغيار ده يختلف من دوله للتانيه، ولكن اعطال العربيه واحده، مشاكل العربيه واحده. فبالتالي لما بنيجي نقارن بتبقى اكتر العناصر متشابهه ما بين المقارنتين، سواء هنا او في اوروبا او امريكا، ولكن في بعض العناصر بتبقى مختلفه. فبعض العربيات اللي بتنجح، واغلب العربيات اللي بتنجح ممكن بتنجح على مستوى العالم، مش بتنجح في منطقه او في مكان معين بس. يا العربيه الجولف اتباعت من زمان. اتباعت من زمان والله، من اجمل واحلى العربيات اللي ركبتها في حياتي. يعني انا ركبت يعني عربيات كتيره، بس العربيات دي كنت بحبها قوي يعني.
وربنا يا رب يكرم صاحبها بقى ان شاء الله. ولازم نوجه شكر لشركه ايكاروس علشان ايه يا حاج رضا؟ نوجه لهم طبعا شكر علشان طبعا الايميوليتور، اكيد اتوقع كده حضرتك هتكتب الايميوليتور اللي هم عاملين. طبعا احنا بنشكرهم طبعا على اللفته الجميله دي، وناس الشركه محترمه ومتعاونه الحقيقه يعني. يا رب نكون افدنا حضراتكم النهارده في اللايف. واي تعليق اي كومنت احنا معاكم برضو. بنكرر شيروا يا جماعه، اعمل منشن لصاحبك بالظبط زي ما قلت لحضرتك الايميوليتورز اللي عملوها لصاحبك اللي بيفكر يشتري كهرباء، علشان يبقى عارف ايه العربيات اللي مستمره وعامله ثبات في السوق واسماء كويسه، والعربيات اللي بتضرب ترند وبترجع دي كانك ما شفتهاش اصلا. فين الدفسك في شهر فبراير؟ خالص تحياتي، اشوفكم على خير، السلام عليكم.